واش عمرك تخيلتي الزبل ديال كازا حاشاكم يقدر يضوي مدينة كاملة؟ هذه ماشي نكتة، هذه أكبر صفقة طاقية في إفريقيا دابا. مدينة الدار البيضاء اللي كتنتج أكثر من 4000 طن ديال النفايات يوميا قررت دير مبادرة تاريخية تحول هاد النفايات لكهرباء. المشروع غادي يكون في مديونة فوق مساحة ديال 260 هكتار وباستثمار خيالي كيوصل لكثر من 1400 مليار سنتيم، وغادي يقدر يزود مليون شخص بالكهرباء، يعني تقريبا واحد 250 ألف دار. كيفاش؟ بتكنولوجيا متطورة وفرز المواد القابلة للتدوير وحرق مراقب للنفايات وتحويلها لطاقة. والنتيجة نقص كبير في التلوث، تقليص المطارح وطاقة نظيفة كتدخل مباشرة للشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك الحد من التلوث ديال الفرشة المائية في مديونة. هذا الشيء كيدخل في استراتيجية المغرب الأخضر في الطاقات المتجددة. ولكن كاين الوجه الآخر، واش التلوث غيتزاد بسبب الحرق ديال النفايات؟ واش المشروع غادي يتسير مزيان؟ واش المواطن غادي يفرز النفايات؟ باش ينجح هذا المشروع العملاق، الكرة عندنا حنا كمواطنين. السر كيبدا من الدار، الفرز من المصدر. اذا بغينا هاد الماكينات العملاقه تخدم مزيان، خاصنا نتعلموا نعزلوا البلاستيك بوحدو، الجاج بوحدو، والمواد العضويه بوحدها، حيت بلا هادشي المشروع كامل يقدر يفشل. الا نجح، كازا غتولي كيضرب بها المثل في افريقيا، غادي تولي نموذج عالمي في تحويل النفايات لثروه طاقيه. السؤال ليك، واش هذه عبقريه في سبيل الحد من التلوث ولا مغامره خطيره؟ التحدي كبير، والحكامه خاص تكون في المستوى، حيت هذه ميزانيه ضخمه وامال الشعب كامل معلق عليها. شنو بان لكم في هذه الخطوه؟ واش كتشوفوا باللي المغرب قادر يولي رائد في عالم هذا النوع ديال الطاقه؟ كيعاون ربي.